وصفة اليوم شيش طاووق المقلي بطريقة بسيطة ويجينا رطب وخفيف. أول حاجة قربت الدجاج بعد ما غسلته كويس مكعبات هيك، وضفت له التوابل: ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، زنجبيل وزعتر ودبس رمان وعصرة ليمة وزبادي سادة، وأكيد ما ننسوش نوازنه ملحنا. قلبته كويس وبعدين نقبته بالشوكة بالطريقة هذه وخليته شوية في الثلاجة يرتاح. خديت البطاطا مكعبات نفس الشي وتبلتها توابل شميسة، وبعدين بعد ما ارتاح واخده وقتها حطيت في العود بالطريقة هذه. ستفتها مع الفلفل الألوان اختياري طبعا، وبطاطا ودجاج. هني الأسياخ كلهم جاهزين عندي، لو بتديروها مشوي هيك تمام، ولو بتقلوها بتلبسوها بالدحي المتبل والخبزة المرحية. أنا هنا اخترت الشواية الجريل هذه، حطيت فيها زيت باش تاخد لي كمية كبيرة، ما نقعدش نستنى للعائلات الكبيرة طبعا. خلاص هني سكرت عليها طابة بطريقة ممتازة، لأن حصل تسكيرة للناس اللي يحسوا إنه مش حيطيب لهم، يقدروا يحطوه في الكوشة بعد قلية بسيطة، يحطوه في الكوشة، أو تقدروا تديروه في الكوشة أساسا يعني باش تبدا وجبة صحية أكتر، أو في القلاية الهوائية للناس اللي عندهم قلاية هوائية. وهيك الوجبة سهلة وسريعة، حتى هي تعتبر هلبة وبسيطة. وصحتين.